بسم الله الرحمن الرحيم. بحلول 10 من أكتوبر تكون قد حلت الذكرى 4 لتأسيس حزب البناء والتنمية، حيث أنه تأسس في 10 أكتوبر 2011 بموجب حكم قضائي بعد أن رفضت لجنة شؤون الأحزاب تأسيس الحزب، وهذه قضية سنتكلم فيها بإذن الله تعالى. لكن بداية أتوجه بالتهنئة وأيضا بالشكر لكل قادة الحزب وكوادره وأعضائه على ما قاموا به من جهد كبير في خلال المرحلة السابقة، وما أرسوه من تقاليد سياسية راقية وناضجة في الحياة السياسية المصرية. وأخص بالذكر الدكتور عصام ذربالة رحمه الله تعالى، الذي كان له الدور الأهم في بلورة فكرة هذا الحزب إلى كيان يتحرك ويمشي على الأرض ويرسي مفاهيم وقيم كم كانت تحتاجها الحياة السياسية في مصر. ولا يفوتني أن أشد على أيدي إخواني قادة الحزب في داخل السجون المصرية الذين يدافعون عن كرامة الشعب المصري وعن حقه في اختيار من يحكمه، وعلى رأسهم الدكتور صفوت عبد الغني والدكتور نصر عبد السلام والأستاذ علاء أبو النصر الأمين العام للحزب والأستاذ طه الشريف والأستاذ مصطفى حمزة والأستاذ عصام خيري والأستاذ محمد الطاهر. والحقيقة هؤلاء قادة عظام يعني أسروا الحزب وأنشطته وجميع أماناته وذهابا ورواحا ومجيئة على مستوى كل المحافظات في ليل مصر في ليل مصر ونهارها. كما أجد لزاما علي في هذه المناسبة أن أقدم كشف حساب الحزب خلال هذه السنوات للشعب المصري الذي أولانا ثقته واستقبلنا بالحفاوة والتقدير، وهذا ما سنذكره أيضا في هذا المقام. أولا هذا التقرير أو هذا الكشف الحساب من باب أداء الأمانة وإبراء الذمة أمام أصحاب الحق الأصيل على أرض مصر، وهم شعب مصر الذي يتعرض اليوم لأكبر عملية تنكيل بحقوقه السياسية في عصر الانقلاب. بداية أؤكد أن ثورة يناير هي حلم الجماعة الإسلامية، بمعنى أننا يجب أن نتذكر أن الجماعة الإسلامية في نشأتها الأولى أو في تأسيسها الأول في السبعينات كانت تخطط لإحداث ثورة شعبية على غير ما روج عنها بقى في وسائل الإعلام وطوال 30 سنة بهذا الصورة التي رأيناها. لكن التخطيط الرئيسي والمركزي للجماعة الإسلامية في السبعينات هو إحداث ثورة شعبية كان مداها عام 83، ربما قطعها اغتيال السادات عام 81 الذي كان خروجا عن الخطة العامة وإنهاء في الحقيقة بهذه الخطة التي لم تستكمل. لكن حلم الثورة الشعبية هو حلم الجماعة الإسلامية منذ السبعينات. لهذا نجد أن كوادر الجماعة الإسلامية في 2011 اندفعت إلى الميادين دون قرار، لأن هذا هو الحلم الذي تربت عليه والعقيدة التي تأسست رؤيتها عليها، والتي كانت تراها هي الوسيلة الوحيدة لإخراج الشعب المصري من براثن الاستعباد والاستبداد والطغيان المتوالي على مدى عقود طويلة. خرج الشباب وكوادر الجماعة من العمرانية، من المطرية، من عين شمس، من حلوان، من مايو، من شبرا، من امبابة. المناطق التي كانت تتمركز فيها الجماعة الإسلامية خرجت إلى ميدان التحرير تدافع عن ثورة الشعب، عن ثورة يناير التي تعد في نظرنا أعظم ثورة شعبية شهدتها مصر على مدى تاريخها، والتي لم تنتهي
ولن تنتهي في نظرنا إلا بتحقيق هذا الحلم الذي حلم به الشعب المصري طويلا. في هذا الإطار ينبغي أن أذكر أن الجماعة الإسلامية قد استجابت الاستجابة الصحية والطبيعية لهذه الثورة، وفي رأيي أن هذه الاستجابة هي التي دقت الكثير من الدماء في عروق الجماعة، ومن ثم حزب البناء والتنمية فيما بعد ذلك، حيث أن الذي حدث أن الجماعة الإسلامية دعت إلى جمعية عمومية كانت يوم 22/5/2011 تمثل من وجهة نظري التأسيس الثاني للجماعة الإسلامية، حيث تم إقرار جميع السياسات بحضور جميع القيادات وكافة الكوادر، وكل القرارات، وأيضا انتخاب كل القيادات. وهذا يعتبر تأسيسا مهما، حيث لابد وأن تستفتى جميع قيادات التنظيمات والهيئات المهمة في أهم السياسات والقرارات التي يجب أن تلتزم بها، ومن ثم يتم العودة مرة أخرى إلى الجمعية العمومية لتصوب أو تصحح مثل هذه التوجهات. في رأيي أن أهم القرارات التي اتخذت في هذه الجمعية العمومية واستكملت ببعض القرارات الأخرى عن طريق مؤسسات القيادة، كان أهمها هو انطلاق العمل لتأسيس حزب سياسي يمثل الجماعة الإسلامية ويخضع لرعايتها فترة التأسيس، ثم ينطلق بعد ذلك ويستقل عن الجماعة. كان المدى المقرر للحزب لمرحلة التأسيس بقيادة الدكتور نصر عبد السلام عام، تم تمديده ل6 شهور أخرى لحين استكمال التأسيس، وكانت أول مؤتمر عام وأول انتخابات للحزب في 27 يونيو 2013، أي قبل الانقلاب بأسبوع تقريبا، فلم يمهل الحزب لكي يمارس دوره الطبيعي بعد التأسيس إلا أسبوع واحد قبل الانقلاب. القرار الثاني المهم الذي اتخذ في هذه الجمعية والذي يشير إلى مدى النضج التي وصلت إليه الجماعة في هذه المرحلة هو المشاركة المحدودة في الانتخابات البرلمانية. طب ليه مش مشاركة مفتوحة؟ لا، دي لها حساباتها. وأيضا الاستعداد للمشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية، برضو هذا قرار مهم، لأن التصور الصحيح أن البداية الرئيسية للانطلاق السياسي تكون من خلال المحليات وليس من خلال البرلمان. كذلك العمل على إنهاء الفترة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، واتخاذ كافة الوسائل لإحداث هذه السرعة. كذلك تأجيل المطالبة بحقوق الجماعة القانونية والمالية لدى الدولة، حيث أن الجماعة كانت في هذا الوقت يعني لديها أو يعني الدولة مدينة للجماعة ب34,000 حكم قضائي كلها بالتعويض، سواء للاعتقال التعسفي خلال 30 سنة في عصر مبارك ضد الجماعة، أو بالتعذيب الذي بلغ درجات قصوى وصلت حد القتل والشلل والإصابات بعاهات مستديمة لدى العديد من كوادر وقيادات الجماعة. كذلك القرار المهم في هذه الجمعية هو الشروع في تأسيس جمعية أهلية، وهذا يدعوني إلى التأكيد على قضية مهمة، أن الحركات الإسلامية تبحث عن منفذ قانوني لوجودها، وما صدقت لقت منفذ قانوني لكي تعبر عن ذاتها من خلاله، بالعمل من خلال بتفريغ الجماعة في حزب قانوني شرعي وجمعية أهلية. هذا هو التوجه الأصيل لدى الحركات الإسلامية، لكن نظم الاستبداد ونظم الفساد تسعى دائما إلى إخراج هذه الجماعات ذات الطبيعة الحيوية والضمير الحي في مجتمعها، إلى إخراجها من دائرة القانون، ويتم تسليط التشريعات والرصاص من ثم عليها بعد ذلك. الحقيقة أن أهم ما يجب أن أذكر به في هذه المناسبة وأهم الأدوار والمواقف التي اتخذها الحزب خلال ال4 سنوات لكي نبرئ ذمتنا وساحتنا في هذه المرحلة المهمة، ونؤكد على استمرارنا في دفاعنا عن حق الشعب المصري في الحياة الحرة الكريمة، ودفاعنا عن ثورة يناير
وعن ضرورة استكمال أهدافها مهما كانت التضحيات. فأريد أولا أن أقول أن برنامج الحزب، وهذه إشارة سريعة، أكد في أهدافه على الاستمساك بالهوية، ولا يمكن أن تنهض أمة بدون هوية. مفيش بتتحرك كده، الأمم ما بتتحركش في فضاءات مطلقة، لابد أن يكون الانطلاق والارتكاز هو من قاعدة الهوية التي تحقق نهضة كبرى في هذه المجتمعات. كان من أهم أهداف الحزب المعلنة في برنامجه هو التأكيد على بناء مصر الجديدة. ومصر الجديدة في نظر الحزب تعني مصر التي خرجت من الاستبداد، والتي قهرت الفساد، والتي انتصرت في 25 يناير. لهذا أسمينا الحزب بالبناء والتنمية. كذلك التأكيد في أهداف الحزب في برنامجه على العدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية لها مجال واسع ومفتوح في البرنامج وفي ممارسات الحزب خلال فترة ما قبل حكم الدكتور مرسي، وأثناء تواصلنا مع الدكتور مرسي في فترة حكمه، وما بعد حكم الدكتور مرسي لا زلنا نرى حتى هذه اللحظة أن هناك أولوية كبرى للعدالة الاجتماعية في ظل سحق وطحن وتعذيب واضطهاد الشعب المصري بالجوع على مدى العقود المستمرة وعلى مدى الحكم الفاسد المتعاقب. لافت للنظر أن أقول أن أول جملة في برنامج الحزب الذي صيغ في 2011، أول جملة بسم الله الرحمن الرحيم: الشعب يريد إسقاط النظام. أول جملة في برنامج الحزب: الشعب يريد. ولهذا الحزب يعني متيم ومتعلق بثورة يناير وبشعاراتها وبأهدافها وبمبادئها، وما زال متمسكا بها حتى هذه اللحظة، لأنه ضحى كثيرا من أجل هذا الحلم، وقهر وظلم طويلا من أجل أن يرى هذه اللحظة. ثانيا أريد أن أؤكد أن الحزب في مراحل تأسيسه بشكل سريع بدأت بتجميع التوكيلات، وقامت عليه لجنة مشكلة من الجمعية العمومية، وانطلقت في فترات وجيزة نجحت في تجميع التوكيلات اللازمة لتأسيس الحزب. تم التقدم للجنة شؤون الأحزاب يوم 23/8/2011 بطلب ترخيص للحزب. على طول كان الاعتراض في 18/9/2011 من لجنة شؤون الأحزاب، اللي هي اللجنة كانت تعد استمرارا واستكمالا للنظام القديم، وخاصة كان نائب رئيسها اللي بيديرها في هذه المرحلة معروف، والآن أصبح رئيس هذه اللجنة. رفض قادة الحزب هذا الاعتراض، وخاصة أنه كان متعلق ببعض فقرات في برنامج الحزب، ورفضوا تعديل أي فقرة أو أي كلمة أو أي عبارة من برنامج الحزب، حتى ولو أدى ذلك إلى عدم السماح بترخيص الحزب، رغم أن هناك نصائح كثيرة انهالت على قادة الحزب في هذه المرحلة من جهات عديدة تطالب بتمرير الحزب عن طريق بعض التعديلات ولا مانع منها، ولكن الحزب رأى أن هذه مبادئ ينبغي ألا تكون محل للمساومة. في هذه المرحلة لجأنا إلى المحكمة الإدارية العليا، ووقف معنا في الحقيقة عدد كبير من شرفاء المحامين، وعلى رأسهم الدكتور سليم العوة والأستاذ الفاضل الكريم فك الله أسره الأستاذ عصام سلطان، والأستاذ أحمد أبو بركة أيضا فك الله أسره، وعدد آخر من الشرفاء من شرفاء المحامين أبوا إلا أن يكونوا في هذا المشهد المهم، إلى أن حصلنا على الحكم في 10/10/2011 بالترخيص للحزب، مع استمرار البرنامج كما هو دون تعديل أو تغيير في أي فقرة أو في أي كلمة في برنامج الحزب. قدر الله تعالى أن تأسيس الحزب أو الترخيص له كان قبل يومين فقط من الانتخابات النيابية، يعني 10/10 كان الترخيص للحزب، 12/10 بداية فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية. ومع ذلك قرر الحزب خوض الانتخابات واستعد لها في خلال اليومين. أنا كان تقديري الشخصي أن الحزب ينبغي أن ينافس على عدد مقاعد أقل مما نافس عليه، وأنه ينبغي أن يحصل على 5 أو إلى 7 مقاعد على الأكثر. القيادات الحزب رأوا أن احنا ينبغي أن ننافس فعلا منافسة محدودة، ولكن في حدود 22 منافس، نزلوا فعلا 22 منافس
مرشح للحزب، فاز منهم 16 عضو في البرلمان 2011. هذه النسبة تعتبر أعلى نسبة نجاح في انتخابات 2011 إذا قيست بالنسبة لعدد المرشحين، يعني 16 من 22 مرشح، علما أن 16 دول كان أغلبهم على المقاعد الفردية وليس على القوائم. كان على القوائم يعتبر فقط الدكتور محمد الصغير، وهو الذي يعني أخذ قائمته معه وصعد بها إلى البرلمان. جاء بعد ذلك انتخابات الرئاسة، وكان لنا فيها دور أيضا سعينا من خلاله أن نرسي قواعد وتقاليد سياسية رأينا أنها من المهم أن ترسى في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، ابتداء من عقد مؤتمرات لمرشح الرئاسة، بمعنى أن احنا أعلنا أننا سندعو كل مرشح للرئاسة إلى مقر الحزب ليعلن لنا عن برنامجه لنرى هل يصلح لنقف معه أم لا يصلح لكي نؤيده ونعطيه دعمنا، وعلى قاعدة أننا لن نقبل باستضافة فلول النظام السابق. يبقى كل المرشحين مقبولين لاستضافتهم داخل مقر الحزب لنسمع وجهتهم فيما عدا مرشحي النظام السابق. كذلك تم اتخاذ بعد هذه المرحلة، انتقلنا للمرحلة التالية، اتخاذ قرار دعم مرشح الرئاسة عن طريق أيضا جمعية عمومية، لا يكفي فيها مؤسسات القيادة لكي تنتخب أو تقرر من ندعم أو من نقد، بل قلنا أنه لابد من جمعية عمومية، وهذا كان قرارا رشيدا للحزب في هذه المرحلة. عقدت جمعية عمومية، وكانت للجمعية العمومية القول الفصل في دعم وترشيح الدكتور عبد المنعم فتوح في الجولة الأولى بنسبة 65% من أصوات الجمعية العمومية. في الجولة الثانية حينما أصبحنا ما بين خيارين، الدكتور مرسي أو النظام السابق، وقفنا بكل قوة مع الدكتور مرسي وقلنا له أن لنا شروط لدعمك في الرئاسة، وأعلنا مبادرة نشترط فيها تصورنا لحكم الدكتور مرسي من خلال ولاية واحدة. قلنا ولاية واحدة 4 سنوات تكفي، وهذه ال4 سنوات يعلن عنها قبل أن يخوض غمار الرئاسة. ثانيا أن تكون هذه الولاية محددة باستكمال أهداف ثورة يناير، أن يتم التوافق على كل إجراءات هذه المرحلة بحيث تصبح مؤسسة الرئاسة منفذة لتوافق كافة القوى السياسية في استكمال ثورة يناير من خلال برنامج عملي متفق عليه بين كل القوى. نكمل إن شاء الله بعد الفاصل حتى لا أطيل عليكم. كما أحب أن أؤكد على أن أهداف الحزب خلال هذه المرحلة، أو من بين هذه الأهداف المهمة والمواقف التي تؤكد على عمق هذه الأهداف في بنية وتكوين الحزب، هو العمل على تحقيق التوافق السياسي والاصطفاف الوطني، وخاصة في ما قبل حكم الرئيس مرسي وأيضا أثناء حكم الدكتور مرسي. فاعتماد أولوية التوافق السياسي والاصطفاف الوطني كانت واضحة بشكل كبير لدينا، وسعينا من خلالها إلى تحقيق هذا الاصطفاف وهذا التوافق في مناسبات عدة وفي مجالات مختلفة، بما فيها التواصل مع الرئيس نفسه عن طريق الدكتور نصر عبد السلام. كان هو مهتم بهذا الملف بقوة ويتواصل مع الرئيس بشأن تفعيل هذا الملف، وكان بعض شباب الحزب يتواصل مع القوى الشبابية بشكل مستمر في إطار عمل هذا التواصل وهذا الجسر الذي كنا نراه مهما للغاية. كذلك فتحنا باب الحزب للحوارات، وكانت مثرية ومفيدة جدا الحوارات مع شباب الثورة والقوى الشبابية بشكل عام في لحظات الاحتقان الشديدة التي كانت بينهم وبين الرئاسة، وكنا نسعى لتفوير أو تفكيك هذه الأزمة والوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف وتلبي في الحقيقة إعادة أجواء ثورة يناير
بشكل جيد. كذلك الأزمة الرئيسية التي نشأت في السنة الأولى للثورة قبل انتخاب الدكتور مرسي أسهم فيها الحزب بدور مهم، ربما كانت أخطر أزمة تعرضت لها الثورة في هذه المرحلة، وهي أزمة الجمعية التأسيسية في 7/6/2012 قبل انتخابات الرئاسة بفترة وجيزة، حيث كان المشير طنطاوي قد هدد الجمعية التأسيسية بأنها إذا لم تتوافق في هذا الاجتماع فإنه سيقوم بحلها، ويقوم وفق الإعلان الدستوري الذي كان قد صدر بتشكيل جمعية تأسيسية أخرى. وكنا احنا عارفين طبعا الجمعية التأسيسية الجديدة كان على رأسها مين؟ على رأسها ساويرس، الابن المدلل لمبارك والابن المحبب للمجلس العسكري، ثم الابن المتوج في عصر السيسي. في الحقيقة كان مندوب أو ممثل الحزب في هذا الاجتماع في حضور طنطاوي كان دكتور صفوت عبد الغني، اتصل أو خرج من الاجتماع ليتصل بالحزب يقول لهم أن نحن أمام كارثة الآن وفي تهديد بحل الجمعيات التأسيسية بل يتم التوافق. التوافق مبني على عدد من الأعضاء مطلوبين لصالح القوى المدنية وهم العدد ده بتاعنا، فماذا ترون؟ فكان على طول التشاور بين قيادات الحزب عن طريق التليفون في فترة لا تتجاوز نص ساعة، كانت تخذ القرار بأن يتنازل الحزب عن حصته بالكامل في الجمعية التأسيسية لصالح القوى المدنية حتى تستكمل مهمة الجمعية التأسيسية ولا يتم القفز أو الإجهاض ثورة يناير على إيد الجنرالات بهذه الطريقة. وهذه بديهية عند قيادات الحزب، التعارض بين ثورة يناير وبين أي شيء آخر تقدم ثورة يناير واستكمالها على أي شيء آخر. في هذه المناسبة لابد أن أذكر أيضا أن التنازل أيضا عن 12 عضو في المجلس الشورى لم يكن أيضا إلا لصالح العمل على استكمال ثورة يناير التي كنا نرى بشكل واضح أن هناك قوى كثيرة تتربص بها وتسعى لإجهاضها. كذلك إطلاق مبادرة للحوار الوطني كانت تهدف أيضا لهذا إحداث هذا التوافق السياسي والاصطفاف الوطني، وكانت المبادرة دي في 10 يناير 2013 وكانت تدعو لحوار شامل موسع تحضره كل القوى ومندوب عن الرئيس، وأن يكون أو أن تكون مقررات هذا الاجتماع وهذا الحوار ملزمة لمؤسسة الرئاسة حتى تستكمل هذه المدة بالتوافق بين كافة القوى، وهدفها الرئيسي هو استكمال ثورة يناير بعد حصر الأزمات في هذه المرحلة بين 6 موضوعات التي كانت مطروحة في هذا الأمر. كذلك الحزب تنازل عن مرشحه أو مش مرشحه مسؤوله في محافظة الأقصر بعد تعيينه مباشرة. قام الحزب بتوصية الأستاذ عادل الخياط بالاستقالة من محافظة الأقصر بعد أن اكتشفنا أن هناك بعض القوى قد استغلت هذا الحدث للتربص بثورة يناير ومحاولة الهجوم على الرئيس بهذه الطريقة. فقلنا لا، أن المشروع الوطني والمصالح العليا للأمة المصرية مقدمة على أي مصلحة، وقرر الحزب التنازل عن محافظ الأقصر واستقال بالفعل الأستاذ عادل الخياط مشكورا دون تردد. كذلك في فترة الانتخابات الرئاسة، يعني في الفترات الأخيرة من فترة حكم الدكتور مرسي، لما شعرنا بأن الدولة العميقة قاب قوسين أو أدنى من إكمال مخططها، كنا نرى رأيا آخر. وفي يوم 1/7 تحديدا كان رأي قيادات حزب البناء والتنمية هو القبول بالاستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة، وكان جوهر الفكرة هو أننا لابد أن نخرج من الصراع المسلح إلى تحويله إلى صراع سياسي، وأننا قاب قوسين أو أدنى من صدام مسلح ينبغي أن نتوقعه بأي طريقة حتى لو بقبول الاستفتاء عن انتخابات رئاسية مبكرة. وفعلا تم إبلاغ الرئيس بهذه الرؤية للحزب في هذا اليوم. كما أيضا أطلق الحزب أول مبادرة سياسية للتعامل مع الأزمة المصرية بعد الانقلاب يوم 5/7 بعد الانقلاب بيومين، في إطار تصوره السياسي للتعامل مع هذه الأزمة والذي لا زال مفتوحا حتى اليوم.
كانت المبادرة الأولى في يوم 5/7 تدعو إلى عودة الجيش إلى ثكناته، تهيئة المناخ السياسي للحل، العمل على المصالحة المجتمعية الوطنية في ضوء احترام الإرادة الشعبية وعودة المسار الديمقراطي. الآلية اللي كانت مطروحة في هذه المبادرة هو الاستفتاء على الخارطتين، خارطة التي طرحها الدكتور مرسي والخارطة التي طرحها السيسي. وكانت جوهر الفكرة بيعتمد على أن احنا إذا كان هناك تحول في مصر فينبغي ألا يكون بالدبابة، ينبغي أن يحتكم الإرادة الشعبية. الشعب الذي انتفض في 25 يناير ينبغي ألا يهال عليه التراب مرة أخرى بأي صورة من الصور، وأن تحافظ كل القوى السياسية على إرادة هذا الشعب وعلى كرامته. كذلك التصورات التالية المرتبطة بالحل السياسي كانت تنطلق بأن مصر بها أزمة عميقة، وأن مبدأ الحل السياسي ينبغي أن لا يكون مرفوضا. كل الثورات حتى يعني لا تصل إلى منتهاها إلا من خلال تفاوض سياسي، فمبدأ الحل السياسي ليس سبة ولا عار كما يتصور البعض، بل هو أحد الأدوات والآليات لاستكمال أهداف يناير. وأتصور أننا يجب أن يكون أن نعمل هذا الأمر في كل الأوقات، حتى وإن كان الطرف الآخر يرفضه ويلفظه ويعتبر أن حياته مرتبطة باستمرار الاحتقان واستمرار الصراع. فلهذا الحل السياسي وطرحه أو مبدأ الحل السياسي في وجهة نظري هو صورة من صور حصار الانقلاب وحصار المستبدين والمتعنتين في حكم البلاد. كذلك كان هناك عملا حثيثا للحزب في دعم الرئيس ومؤسسة الرئاسة ده فترة حكم الدكتور مرسي في إطار العمل على إنجاح ولاية أول حكم مدني منتخب في مصر. دي نقطة جوهرية كنا حريصين عليها، وكنا ندعم الرئيس في هذا الإطار بكل قوة، وحرصنا طول حكمه على التواصل معه في هذا الملف بهذه الطريقة. وكان المستشار الرئيس الدكتور أحمد عمران المستشار للتنمية المجتمعية وهو نائب رئيس الحزب في ذات الوقت، كان هو عنصر التواصل بين الحزب وبين الرئيس. وفي هذا الإطار تقدم الحزب بالكثير من المشاريع والكثير من القرارات لدعم مؤسسة الرئاسة في استكمال ثورة يناير. كان من أهم المشاريع حتى لا أطيل عليكم مشاريع مرتبطة بالعدالة الاجتماعية، لأننا نرى أن الشعب المصري طحن وظلم كثيرا، وأن أهم أولويات الرئاسة من وجهة نظرنا هو تحقيق قدر مقبول من العدالة الاجتماعية، وخاصة أن الشعب المصري يرى بينما يرى أن الحاكم الذي يأتي من مرجعية إسلامية هو جاء للفقراء وفقط، وينبغي ألا يرى غير الفقراء، ويتصورون أن الحاكم الإسلامي هذا هو عمر بن الخطاب سيأتي إليه بشوال الدقيق فيمر على البيوت يوزع من هذا الجوال. هذه الآمال وهذه الطموحات كان ينبغي أن يتم التعامل معها بشكل أفضل، حتى أن الرئيس في إحدى المرات قال لي أن الخزانة خاوية، فقلت له الحزب أعد مشروعات لقرارات كثيرة ليس لها علاقة بالخزانة بأي شكل من الأشكال. كذلك التأكيد على استمرار الحضور في الشارع، وهذا كان أيضا نراه أنه واجب رئاسي. الرئيس كان ينبغي أن يسعى إلى استكمال الحضور في الشارع، وأذكر بعض المراكز السياسية النابهة كانت قد أشارت على الرئيس بهذا الأمر، أن يتم اتخاذ القرارات الرئيسية والمفصلية والمرتبطة بالمواجهة مع قوى الدولة العميقة ومراكز القوى في المجتمع من خلال الميادين وليس من خلال المؤسسات. كذلك في إطار دعم من الرئيس كان الحزب مسارعا لعقد مؤتمر صحفي أمام قصر الاتحادية في اليوم التالي ل 12/8 لإقالة طنطاوي وعنان بدعوة عدد من الأحزاب السياسية والقوى الثورية، وطلبنا الرئيس في هذا اليوم أن يكمل هذا المسار، لأن هذه اللحظة التاريخية لاستكمال هذا المسار. أيضا في إطار دعمنا للرئيس طالبنا بتعديل الإعلان الدستوري، وخاصة في المادتين اللتين أثيرت حولهما الكثير من الإشكاليات. أيضا كان للحزب تصوره بالنسبة للخلاف حول الدستور بأن يتم الاستفتاء فقط على المواد المتفق عليها، أما المواد المختلف فيها فيتم تأجيلها إلى مراحل تالية، أو يتم التصويت فيها على الرؤيتين ويترك الأمر للشعب. من المهم أن تكون ثورة يناير قد أثمرت، وأهم ثمار ثورة يناير أن يكون الشعب هو الحكم
والفيصل في كل الخلافات، وخاصة ما يتعلق فيها بنظام الحكم والقضايا الفيصلية والجوهرية والمهمة في مصر. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم، رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. الحقيقة أنا أتصور أن المبادرة التي أطلقناها قبل انتخابات الرئاسة كانت مبادرة مهمة، وربما كانت قبل فيرمونت بفترة، ربما أسبوع أو 10 أيام، وكانت تدعو إلى التوافق الشامل في إدارة المرحلة الأولى والوحيدة للرئيس، والتي يجب أن يستكمل فيها أهداف يناير وبناء دولة يناير. وهذا في الحقيقة كان تصور في رأيي كان يمكن أن يعافينا من الكثير من المشكلات. كذلك مواقف الحزب في هذه المرحلة التي يعني أتشرف بأن ننقلها إلى الشعب المصري، لنبرز مثلا مما يقال هنا أو هناك ومما يروج من قبل أجهزة الدولة العميقة ووسائل الإعلام العميقة أيضا. الموقف من الوحدة الوطنية والأقباط في مصر، والتي تلاك فيه الألسنة هذه الأيام، وخاصة بمناسبة مسبيرو. يعني مسبيرو هذه يجب أن أذكر بقى في هذه المناسبة، بعد أن برأ البابا الدولة العميقة من هذا الأمر وحملها الإخوان كما يحملون الإخوان الموضة الجارية في مصر، كل الأمور السابقة واللاحقة بما فيها ضياع الأندلس. فأقول أنني يعني شاهد عيان على اليوم التالي لمجزرة مسبيرو، حيث كنت أستخلص بعض أوراقي في هيئة القضاء العسكري، وكان معي بعض الزملاء، ففوجئنا برئيس هيئة القضاء العسكري اللواء علاء المرسي يرسل في طلب مقابلتنا والحفاوة بينا وبتاع. فأول حاجة لما دخلنا مكتبه قال لنا إيه؟ قال لي يا أخوانا ده احنا بنادي عليكم من خلال التلفزيون امبارح عشان تنزلوا تخلصونا من المسيحيين اللي محاصرين مسبيرو، ولا واحد ينزل، ولا واحد من التيار الإسلامي. ده احنا كنا متخيلين ان بمجرد ان نناشد التيار الإسلامي ينزل، هينزلوا يدبحوا كل المسيحيين اللي حوالين مسبيرو. تخيلوا، هذا هو المنطق الذي تدار به الدولة، والذي يتحكم به العسكر في رقاب الجميع، إثارة الفتن والقلاقل وتمزيق المجتمع وتقسيم القوى السياسية وإثارة الفتنة الطائفية في سبيل أن يحكموهم مصر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. تمزيق المجتمع هي وسيلة الفراعنة والمستبدين والطغاة دائما لحكم المستضعفين في كل العصور. الذي أريد أن أقوله الآن أن موقف الحزب البناء والتنمية والحركة الإسلامية في عمومها يعني كانت تسعى إلى إنجاح تصورها للنموذج السياسي الإسلامي في الحكم من خلال التعامل الرشيد والناضج مع الأقليات، لكنهم لم يعطوا فرصة في هذا المجال، وتم التشويش عليهم بالصورة التي رأينا، وما زال التشويش قائما رغم أن الجرائم كلها تحملها الدولة العميقة.
ففي هذا الإطار نجد أن برنامج الحزب الذي أشرف أن أقول لكم أنه أكد على الوحدة الوطنية، كما أن الحزب شارك في حماية الكنائس في العديد من المناسبات، وخاصة بعد ثورة يناير التي كانت هناك فيها فوضى واضطراب أمني مثار من قبل الدولة العميقة، وصدرت بيانات من الحزب تدين كل الأحداث التي وجهت للكنائس أو وجهت للمسيحيين في هذه المرحلة. وفي هذه المناسبة برضو يعني أحب أن أذكر أن ما حدث بعد 14/8/2013 من هجوم على بعض الكنائس راجعوا في تصريحات بعض القساوسة الصادقين مع أنفسهم الذين أعلنوا أن من هاجم الكنائس هم بلطجية الحزب الوطني والبلطجية المعروفين بتبعيتهم لرجال الأمن. وهذه كانت أحد خطط الانقلاب لإثارة فتنة طائفية للإيحاء للعالم كله أنه بيواجه التيار الإسلامي الذي بيسعى لاضطهاد الأقباط، تعتبر أحد ذرائع الحكم في البقاء أو أحد ذرائع الانقلاب في التمكن من حكم مصر. ولا تزال هذه الذريعة حتى هذه اللحظة، أنه بيخوف الغرب أن أنا بحمي المسيحيين في مصر، وأن أنا إذا رجعت ثورة يناير مرة أخرى فتوقعوا هجرة 4-5 مليون مسيحي يبحثون عن مأوى وملجأ لهم في أوروبا وأمريكا وكندا وما شابه ذلك. كذلك تدخل الحزب المحاصر للفتنة الطائفية في العديد من المناطق برضو أثناء الثورة وأحداثها وما تلاها، وخاصة في القليوبية في وجه بحري، وفي الصعيد حدثت في المنيا وفي أسيوط وفي قنا. كذلك أطلق الحزب مبادرة في 15/5/2013، وهذه المبادرة أنا بعتبرها من المبادرات المهمة التي تبين التوجه الأصيل للأحزاب الإسلامية وللحركات الإسلامية بشكل عام تجاه شركاء الوطن، وهي مبادرة وطن واحد وعيش مشترك. وأرجو أن تراجع بياناتها وما صدر بشأنها في هذه المرحلة، والتي كان جوهر فكرتها أن نرفع عبء المطالبة بحقوق الأقباط في مصر عنهم ونطالب نحن بها، وحتى لا تكون مجرد مطالب طائفية، لا تبقى مطالب وطنية وشعبية يتحملها المجتمع كله في مواجهة الدولة، ولا تتحملها الطائفة القبطية فقط فتصبح مجرد مطالب طائفية ذريعة لتحميل هنا أو هناك أو سبب للخلاف والانقسام ومن ثم الفتنة. كذلك إعلان الحزب عن استعداده للتنازل عن الحصة المقررة له من أعضاء مجلس الشورى، والتي كانت مقررة وفق مجموعة قواعد مرتبطة بانتخابات مجلس الشعب وما شابه ذلك. وكانت حصة الحزب في هذه الجمعية في هذا المجلس ومجلس الشورى 12 عضو. أعلن الحزب عن استعداده للتنازل عن هذه المقاعد جميعا لصالح مشاركة الأقباط والمرأة والقوى المدنية حتى يحدث توازن داخل مجلس الشورى الذي كان يناض به في هذه المرحلة مهمة التشريع لإدارة المرحلة الانتقالية الخطيرة في مواجهة الدولة العميقة والثورة المضادة. من المهم أيضا أن أذكر أن الحزب كان ولا زال له دور في مواجهة الثورة المضادة والتنبيه والتحذير من مخاطرها ومخططاتها، باعتبار أن الحزب وكل كثير من قياداته وكوادره ذات خبرة عميقة وطويلة مع الدولة العميقة، ومن ثم يفهمون كيف تفكر. لهذا كنا نحذر دائما من إمكانية العودة مرة أخرى. أنا أذكر في إحدى المرات حدثت الدكتور مرسي في أهمية حل جهاز الأمن الوطني، وخاصة أنه ليس له قيمة في الدول الوطنية والدول الديمقراطية. يعني ما مهم الجهاز الأمن الوطني لما في أجهزة الأمن الكثيرة موجودة، في المخابرات وفي المباحث العامة وفي الأجهزة الجنائية وجميع. إنما أعمل جهاز عشان الأمن السياسي؟ الأمن السياسي ليه؟ مفيش أمن سياسي بقى في ظل الديمقراطية، وإلا إذا كنا بقى لازلنا أسرى لنظام مبارك. كذلك الدعوة المستمرة للتوافق حول برنامج لاستكمال ثورة يناير، وهذه تجدونها في كثير من الوثائق التي صدرت في البيانات وفي المؤتمرات وفي تصريحات الحزب. كذلك قيادة مظاهرتين في ميدان التحرير أو من انطلاقا من ميدان التحرير
الأولى نحو مسبيرو، والثانية نحو مكتب النائب العام، مطالبين بتطهير المؤسسات أو إخضاعها في الحقيقة لثورة الشعب المصري، وذلك في اليوم التالي أو يعني بعد يومين من قرار الرئيس بإقالة طنطاوي وعنان، الذي اعتبرناه إيذانا باستمرار مسيرة استكمال تطهير المؤسسات، واعتبر نقطة البداية هي هذا القرار الذي صدر من الرئيس في هذا اليوم، والذي ارتفعت فيه شعبيته من 52% إلى 78%، بمعنى أن الشعب يقول له أكمل هذا المسار حتى تستقر الثورة وتنجح وتضع أوزارها. كذلك في هذه المرحلة في مواجهة الثورة المضادة، الحزب أطلق مشروع قانون بتأسيس إدارة لمواجهة البلطجة، وهذا أمر كنا نراه من الأمور الهامة، إدارة تابعة لرئاسة الجمهورية لإدارة البلطجة أو جيش البلطجية إن شئت أن تقول، لأن كان جيش كامل يصل إلى 400,000 مجند أو 400,000 بلطجي. كان هذا الجيش يستخدم لإثارة القلاقل هنا ولمحاصرة المقرات هنا ولتعويق المظاهرة هنا ولاحتلال الميدان الفلاني، ومن ثم احتلال ميدان التحرير في الآخر ابتداء من شهر 12 حتى الانقلاب. فكان يتصور بأن يكون هناك مجموعة من ضباط الشرطة القدامى الموثوق في أمانتهم وضمائرهم يتولون إدارة هذه اللجنة، وهم يعرفون أعماق جيش البلطجية ومن يديره في كل الأقسام وفي كل المراكز، بحيث يتم تفكيك هذا الجيش لتأمين ثورة يناير أو أحد وسائل تأمين ثورة يناير. الدعوة المستمرة لاستقالة النائب العام، يعني احنا تولينا هذا الأمر لدرجة أن البعض تخيل أن حزب البناء والتنمية في طار شخصي بينه وبين النائب العام، بينما في الحقيقة كنا نرى أن النائب العام في بعض اللحظات كان هو رأس حرب الثورة المضادة. لهذا كنا نتجه إليه بشكل شبه دوري ونعقد المؤتمرات والندوات أمام مقره ونطالبه بالاستقالة حتى نرفع الحرج عن الرئاسة، لأن طبعا الوضع القانوني بتاع النائب العام وضع شائك وإقالته هيعمل مشكلة كما حدث بالفعل، فكنا نحاول الضغط على النائب العام كي يستقيل، وهو أرسل في الحقيقة يستجدينا في هذه المرحلة أن نكف عنه وكأنه يعني صديق لنا، لكننا وصلنا مطالبة النائب العام بالاستقالة ليرفع الحرج عن الثورة وعن الدولة في تلك المرحلة. وبعدها اضطررنا إلى تأسيس ائتلاف اسمه ائتلاف استقالة النائب العام واستقلال القضاء. هذا الائتلاف بمجرد أن أعلنا عنه في حزب البناء والتنمية بحضور العديد من الأحزاب والقوى الشبابية، فوجئنا بأن هناك تأييدا واسعا لهذا الائتلاف من منظمات وتنظيمات شعبية وشبابية وعمالية، والكل قد اجتمع على ضرورة التخلص من النائب العام كأولوية أولى للثورة المصري. كذلك الإعلان عن مبادرة تأسيس اللجان الشعبية، برضو كان هذا جهد لحزب البناء والتنمية في هذه المرحلة. هدفه الرئيسي تأمين الثورة والوقوف أو إيقاف الثورة المضادة أن تعبث بالمجتمع، والدولة العميقة أن تتوغل أكثر من هذا. وكانت الفكرة معتمدة على فكر قانوني بحت، بمعنى أننا أعلنا أكثر من مرة أننا بصدد تقديم تشريع قانون لمجلس الشورى بتقديم اللجان الشعبية لكي تقوم بحماية المجتمع والشعب بعد أن قامت الشرطة بإغلاق أبواب أقسام الشرطة بالجنازير. هل هؤلاء يؤتمنوا على حماية المجتمع وحماية الشعب، أم أننا لابد أن نشكل لجان شعبية تيمنا بالأيام الأولى لثورة يناير والتي نجحت فيها فكرة اللجان الشعبية، لكن هذه المرة كان لابد من تقنينها عن طريق مجلس الشورى وأن تشمل كافة أفراد المجتمع المصري والشباب النابغ المدافع عن ثورة يناير. كذلك في هذه المرحلة في إطار تصورنا لمواجهة الثورة المضادة كان لدينا تصور لبناء خط دفاع ثاني عن الثورة المصري، وذلك حينما رأينا أن هناك تعثرا للحكم وفشلا في مواجهة المؤامرات الكثيرة للدولة العميقة، وشعرنا بأن بوادر النجاح بدأت تظهر، فأعلنا
في هذه المرحلة لم نعلن في الحقيقة، فأعلنا بالتواصل مع عدد من القوى عن ضرورة إيجاد خط تاني للدفاع عن الثورة، بالاتفاق مع عدد من الأحزاب الإسلامية وبعض القوى الشبابية وبعض الرموز الوطنية. وكان نقطة البداية لهذا البناء وإعلان خط الدفاع التالي عن الثورة ستكون في الانتخابات التي لم تعقد، اللي هي الانتخابات البرلمانية التي كانت مزمعة والتي لم تعقد، واللي كان ميعادها في شهر 10، بحيث نعلن أن هناك خط دفاع تاني. إذا كان هناك معركة مع الإخوان، لا، ده في تيار آخر وجدار آخر ربما يكون أقوى وأصلب من الإخوان سيدافع عن ثورة يناير بكل ما يملك من قوة، ويشمل كافة القوى السياسية والشعبية الإسلامية والثورية والرموز الوطنية. كذلك رعاية حركة التجرد التي كان هدفها الرئيسي هو كشف زيف وبطلان وتزوير حركة التمرد التي كانت تديرها أجهزة الدولة العميقة، كما كشف بعد ذلك في مناسبات عدة. أيضا لابد أن أذكر في هذا المقام أننا كنا ولا زلنا نرفض الانقلاب على الإرادة الشعبية، وندعم ونؤيد الشرعية، وكنا من بين المؤسسين لتحالف دعم الشرعية قبل الانقلاب ربما بأيام قليلة. ونؤكد على أن استكمال أهداف ثورة يناير هي مطالب لا يمكن نسيانها أو التراجع عنها، أو أن حد ممكن يقهرها وينأى بالدولة بعيدا عن هذه الأهداف. ولكن أنا أتصور أننا في ظل هذه الدعوة وهذا الإصرار على عودة الشرعية نتصور الشرعية رديفا لثورة يناير، ونتصور أنه لا يمكن أن يحدث تعارض بين يناير وبين الشرعية. وإن كنا نرى أن الأم والمرجعية في هذا هو لثورة يناير وليس للشرعية السياسية التي اكتسبت بناء عن ثورة يناير. كذلك نعمل بشكل دؤوب على تجاوز الانقسام المجتمعي، ونسعى للمصالحة المجتمعية في كل وقت، ونراها ضرورة مهمة وملحة في مصر ينبغي عدم تجاوزها بأي حال من الأحوال. كذلك نسعى لتحقيق الاصطفاف السياسي والتوافق بين كافة القوى، وخاصة أن الاستبداد قد أغلق كل المنافذ أمام كل التيارات، والجميع مدعو الآن إلى الوقوف صفا واحدا للضغط على هذه القيادة القائمة في هذه اللحظة كي تتراجع عن استبدادها وعن فسادها وعن ديكتاتوريتها التي لا يمكن أن يقبلها إنسان، خاصة في القرن 21. وفي هذا الإطار نحن نعتبر أن هناك مسارات متعددة لإقامة ديمقراطية سليمة في مصر. هناك مسار احتجاجي، هناك مسار سياسي، هناك مسار ثوري، والمسارات لا تتقاطع. المهم أن يكون الجميع بيصب في مشروع كامل لنهضة مصر أساسه هو تفكيك نظم الاستبداد وإنهاء عصر الدكتاتورية. كذلك نشارك في كل الفعاليات الرافضة للانقلاب، ونؤكد على أن الخريطة الحالية للصراع في مصر هي خريطة فاسدة ينبغي ألا نستجيب لها، وهي خريطة أن الصراع هو بين العسكر والإخوان. هذا غير صحيح وغير مقبول وينبغي أن نرفضه، وتغيير هذه الخريطة هو من أهم أولويات نجاح ثورة يناير. ولا أتصور أن تنجح ثورة يناير طالما استمرت هذه الخريطة. هذه الخريطة خريطة استبدادية فاسدة، وبقائها يعني نجاح الاستبداد في مصر. لابد أن نتجاوز هذه الخريطة لصالح الخريطة الأخرى، هو أن الشعب يقف في مواجهة الاستبداد، يطالب بحريته، أن الشعب يواجه الدكتاتور ويرفض أبدا أن يخضع لهذا الطغيان. نرى أن التراكم الثوري وتراكم الغضب وتراكم السخط يحتاج إلى اعتماد النفس الطويل، كما قال عنه صديقنا العزيز عبد الرحمن يوسف: النفس الطويل هو لصالح يناير. واللي بيتصور ان النفس الطويل هو لصالح الدكتاتور هو مخطئ تماما. الدكتاتور نفسه اتقطع منذ الايام الاولى، لكنه يعمل الان من خلال اجهزه صناعيه. كذلك نؤكد على ان ثوره يناير نجحت وفق قواعد الاحتجاج السلمي،
ولا نتصور أن تستكمل إلا وفق هذه القواعد، وأن قواعد الاحتجاج السلمي كبيرة ومفتوحة لكنها تحتاج إلى عبقرية وذكاء في الإعمال، وأن إعمالها كفيل بإنهاك وإجبار أعتى الطغاة على الترنح والانتقال والرحيل. لكن حتى الآن ما فيش ابتكار في هذا المجال. لهذا ونبدأ أيضا أن المسار الآخر اللي هو بعيدا عن الاحتجاج السلمي سيؤدي لتكريس الاستبداد والفساد في مصر، وستكون هي طوق النجاة لهذه الأوضاع الفاسدة. في الختام أرجو أن ألا أكون قد أطلت عليكم، وأرجو أن أؤكد على أننا سعينا بكل ما نملك للدفاع عن حق الشعب المصري في الحياة الكريمة، وسنظل ندافع عن هذا الحق، وسنسعى بكل جهدنا لاستكمال أهداف يناير وفق الآليات السياسية أو الآليات الثورية. إذا جاءت بالآليات السياسية فبها ونعمت، فإن لم تأتي فلا أتصور أنه سيستطيع أحد أن يقمع الشعب المصري وإلى الأبد. وأؤكد أن هدف الاصطفاف الوطني سيظل هدفنا، المصالحة المجتمعية ستظل استراتيجية ثابتة لنا، الخروج من هذا الانقسام المجتمعي الخطير الذي يسعى إليه الانقلاب سيكون من أهم أولوياتنا. هدفنا النهائي هو بناء حياة سياسية نظيفة في مصر تنهض بهذا البلد وتساعد فقراءه على الحياة الكريمة بدلا من المهانة والإذلال والفقر والجوع الذي يتعرض له في ظل حكم الجنرالات المتعاقب منذ أكثر من 60 عاما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.